هتلاحظ في الوقت ده من السنه بالذات ان الحمام كله بدا يعشش، والحمام كله بدا يقف العشوش، لان احنا خلاص خلصنا موسم القلش وبدانا بفضل الله تعالى موسم الفرخ. يعني بدانا موسم الخير، بدانا موسم الزغاليل، بدانا موسم البيض. بدانا ان احنا ان شاء الله تعالى لو في واحد تعب بقاله فتره بيتعب في تربيه حمام، لا، جه الوقت بقى ان هو يحصد نتيجه تعبه. طبعا احنا كده شباب بدانا بفضل الله ان احنا موسم الفرخ وموسم الانتاج. فان شاء الله تعالى فيديو جميل جدا، دعمونا باللايك يا شباب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما يا رب. ان شاء الله تعالى النهارده فيديو جميل جدا، جايب لك عشبه من البيت، مكون ما في كل بيت. يعني المكون ده لا غنى عنه في بيت، يعني مش عايز اقول لكم مش مصر بس، ده مصر والعرب والعالم كله شباب بيستخدم العشبه اللي انا جايبها لكم النهارده ديت. احنا كبشر بنستخدمها في حياتنا اليوميه، ما بنستغناش عنها، ولكن هي مفيده كمان للطيور. مش عايز اقول لكم زيها زي ان هي مفيده للانسان، فمفيدة للطيور بصفة عامة ومفيدة بالحمام بصفة خاصة. يعني الحمام مهم جدا ان انا اقدم له العشبة دي في الوقت ده من السنة، لان العشبة ده يا شباب بتزود بالمناعة. طبعا بتطهر الامعاء من بكتيريا ومن الطفيليات، ولو في التهابات او قصة زي كده. طبعا بالاضافة ان المكون ده يا جماعة الخير طبعا بيحتوي على الكافيين، وبيحتوي على فيتامين بي 2، وبيحتوي على فيتامين حمض الفوليك. يعني مش عايز اقول لكم كده زنك وصوديوم وفوسفور ومنجنيز. يعني لو قعدت اعد طبعا المكون ده، وطبعا قعدت اعد اللي هو الفايده اللي بيكتسبها منه الحمام، يعني مش عايز اقول لكم كده حياه لا تحصى ولا تعد. بيخلي فعلا الحمام يا جماعه الخير يعني فعلا انتاج كتير، بيخلي فعلا طبعا كتحصين وكوقايه من اي مرض. يعني انت لما بتقدم له المكون ده يعني بتحصنه، وان انت بتقيه من اي مرض، يعني وقايه من اي مرض قبل ما الحمام يتعب عندك والحمام يمرض عندك. لا، انا بقدم له الحياه ديت اعشاب. طبعا لو ما نفعتش ما بتضرش، لان الاعشاب طول ما احنا عارفين ان هي مفيده جدا للطيور، ومفيده جدا للانسان، ومفيده جدا لكل الطيور بصفه عامه. طبعا يا شباب زي ما انتم شايفين ربنا سبحانه وتعالى كرمني وبدات ان انا افرخ. بتلاقي عندي يا زغاليل طبعا كتير، يا بتلاقي عندي بيض. طبعا حمام كله تحته بيض بفضل الاشياء اللي انا بحطها الحمام، وكل حاجه بعملها بجربها عندي الاول، وبطلع بفضل الله ان انا اكلمك عليها عشان ان انت ربنا يكرمك ويكرمنا، وان احنا نفرخ ان شاء الله مع بعض. فجايب لك النهارده عشبه جميله جدا متوفره زي ما قلت لكم في كل بيت. استخدامها سهل خالص، هقول لكم تستخدموها ازاي، وهقول لك ان انت تعمل معاها إيه. طبعا يا شباب العشبه اللي انا جايبها لكم النهارده طبعا كلكم طبعا عايزين تسمعوا ايه العشبه ديت، وايه الحاجه ان انت جايبها لنا الجميله اللي انت بتقول عليها ديت. طبعا يا شباب المتوفر عندنا في كل بيت الشاي الاسود. الشاي طبعا الاسود طبعا موجود، ده شاي الجوهره وشاي العروسه. مش عايز اروج لشركات معينه، ولكن الشاي بصفه عامه، الشاي الاسمر شويه عملنا الشاي الاخضر. طبعا بكلمك على الشاي الاسمر. طبعا الشاي ده شباب موجود فيه الكفيل. الناس خصوصا الناس اللي هي بتسابق الحمام مهم جدا قبل السباق للحمام الزاجل، قبل السباق وبعد السباق، لان هو فيه سرعات حراريه طبعا بيمتصها جسم الطاير، بتساعده عن الطيران، وبتساعده ان هو تبقى صحته كويسه، بالاضافه ان هو بيديله السرعات الحراريه. طبعا في فيتامين ب 2، وفي طبعا حمض الفوليك، وفي طبعا الزنك، كل ده موجود في الشاي. وفي الصوديوم، طبعا الصوديوم ده لا غنى عن الحمام. الفوسفور نفس القصه، بيزود جسم الحمام بالفوسفور، بيخلي الحمام يعني منتعش كده ما شاء الله تعالى. طبعا المنجنيز، وطبعا عنصر الحديد موجوده فيه، وفي فيتامين سي. يعني في فيتامين سي كمان، يعني فيتامين سي يا شباب بيحمي طبعا الحمام، خصوصا واحنا داخلين على موسم الشتاء وفصل الشتاء. فيتامين سي دون طبعا رافع مناعه ضد البرد. طبعا فيتامين سي احنا زي ما عارفين ان هو مفيد للانسان، فهو طبعا مفيد للطيور بصفه عامه، وبصفه خاصه طبعا طائر الحمام. طبعا يا شباب برضو في ماده اسمها الكاميتش. الكاميتش ده يا شباب هي ماده بتقاوم الالتهابات والفيروسات. كل ده موجود في الشاي، كل ده موجود في كوبايه الشاي اللي انت بتشربها ديت. كل اللي انا بقول عليه ده موجود في كوبايه الشاي اللي انت بتشربها ديت. هقول لك بقى تقدمها للطير ده ازاي. طبعا بس خلونا بس اكمل لكم الاول الفوائد العظيمه طبعا للشاي. طبعا في بيقاوم الالتهابات وبيقاوم الفيروسات. وطبعا الشاي بيقوي جهاز المناعه. والله العظيم اقسم بالله الشاي بيقوي جهاز المناعه، وبيحافظ كمان على جهاز المناعه. الشاي يا شباب فاتح للشهيه، يعني بيفتح الشهيه للطيور. الطيور لو عندك طيور طبعا غير مقبله، عندك طبعا طاير كاشش،
ده يعني مش عايز اقول لكم حل لكل الطيور، حل لكل الطيور. اي طيور بتربى عندك في البيت طبعا هو فاتح شهيه. لو عندك طبعا في طيور فيها فطريات او فيها عفن او في كنكر او في كوكسيديا كوكستريديا، انسى تماما الامراض دي تجيلك لو انت داومت على ان انت تقدم طبعا الاعشاب اللي احنا بنقول لك عليها طبعا في اوقاتها، وطبعا قدمتها كل شيء طبعا التقديم السليم والتقديم الصحيح ليه. طبعا يا جماعه الخير احنا بنعطش الطيور بتاعتنا كلها، بنعطش الطيور. يعني لو هنعطش الطيور يبقى هنعطش الطيور من طبعا المغرب، بنقفل على الطيور بتاعتنا تاني يوم الظهر، ما نحطلوش قدملوش الميه الا تاني يوم الظهر. بنبدا ان انا اجيب معلقه شاي، معلقه مش صغيره، معلقه شاي بقدمها للحمام على لتر ميه، معلقه شاي بنقدمها للحمام على لتر ميه، وبنسيبها تغلي حوالي 10 دقائق، وننزلها طبعا بعد ما تغلي ب 10 دقائق ننزلها نسيبها 10 دقائق كمان لحد ما تبرد، ونبدا نقدمها للحمام طبعا على العطش. ما شاء الله تعالى هتلاقي عندك خير كتير. صدقني والله العظيم لو عملت اللي احنا بنقول عليه في القناه من فيتامينات، من تحديق، من طبعا الديكال والبيديكال، الكالسيوم اللي بتقدمه للحمام، والنظافه، وان انت بتهتم بالطيور بتاعتك، هتفرخ زيك زي اكبر غاوي في الغيه، زيك زي اكبر غاوي في الغيه. لان يا شباب الحياه ديت احنا انا والله العظيم بجرب الحياه ديت عندي الاول قبل ما ان انا اتكلم عليها واطلع اتكلم عليها في فيديوهات عندي. ما شاء الله تعالى كل الغيه بتاعتي هي بوريها لكم كل يوم، بفرخ زغاليل، بنتج ما شاء الله تعالى، بطلع اوريكم الناتج. كل ده بسبب الاعشاب وبسبب الاشياء الجميله ان احنا بنقدمها للطيور. طبعا زي ما قلت لكم الشاي ده يعني عنصر اساسي عندي بقدمه، مش بقدمه بقى كل يوم، انا ممكن اقدمه طبعا 3 4 ايام ورا بعض، طبعا مش هخسر حاجه. يعني انا فنجان الشاي اللي انا بعمله لا انا مش هحليه، بس هاخد طبعا براد شاي واطلع من غير ما احليه، اغلي براد شاي عادي خالص، يعني زي ما قلنا لتر على معلقه شاي مش صغيره، اغليه تمام التمام واسيبه يبرد 10 دقائق، واطلع احطه للطير الجميل دوت، هيشرب وهينتعش تمام تمام. بالاضافه يا شباب للاشياء التانيه اللي احنا لازم نهتم بيها برضو، لازم نهتم بنظافه الطيور. لازم عمليه الاستحمام ديت مفيده جدا جدا للحمام بصفه عامه. طبعا ننظف الطير من الحشرات، طبعا بيخلي الطير طبعا شكله جميل، بيخلي الطير الريش بتاعه جميل. لان احنا طبعا في الوقت ده بالذات احنا داخلين برضه على وقت على الشتاء، فمش هينفع ان احنا نحمي الحمام في الشتاء. فانا بستغل بقى شهر 10 اللي احنا فيه دلوقتي ان شاء الله تعالى ان احنا نحمي الحمام بتاعنا، وان احنا ننضفه من الريش وذبابه الريش ومن السوس ومن القصه دي كلها، عشان ان احنا سبحان الله ربنا يكرمنا وان احنا نفرق حلو في الايام اللي هي جايه بفضل الله تعالى. طبعا يا شباب لو عملتوا اللي انا قلت لكم عليه صدقني والله العظيم هتفرخ زيك زي احسن من اي غاوي، من احسن من اي غاوي. انا كل حاجه بعملها بطلع اقول لكم عليها على القناه، وان شاء الله تعالى لو في اسئله عندكم اسالوني في الكومنتات، وانا اطلع ان شاء الله تعالى ارد عليها. لو ما اعرفش ارد عليها طبعا بالكتابه ممكن اعمل لك عنها فيديو كامل، ما عنديش اي مشاكل. لو ما اشتركتش في القناه انزل اشترك، دعمونا يا شباب، اللايك مش هتخسرك حاجه والله، بستفيد من اللايك بتاعكم. ان شاء الله تعالى اوعدكم فيديوهات قويه المرحله القادمه. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.